تخيل معايا ساحة عامرة بالناس، أصوات الطبول، دخان البخور كيطلع للسما، والجموع تتمايل مع الإيقاع. فجأة كتشوف رجال ونساء كيدخلوا في حالة غريبة، اللي كيطيح، اللي يغمى عليه، الآخر كيبكي، والثالث كيضرب راسو بموس بلا ما يحس بالألم. المشهد كيخليك تسول، واش هاد الشي كرامة روحية خارقة ولا مجرد خداع بصري؟ ولا يمكن علم النفس عنده تفسير آخر لهاد الحالة اللي كتجمع بين الغموض والرهبة؟ من زاوية علم النفس، الحالة اللي كيدخلوا فيها هاد الناس في المواسم والطقوس الشعبية كتسمى غيبوبة جماعية أو حالة نفسية مشتركة. تفسيرها أولا تأثير الإيقاع، أي أن الإنسان عنده علاقة قديمة مع الإيقاع، سواء عبر الطبول أو التصفيق أو الترديد المتكرر. هاد الإيقاعات كتعطي المخ واحد الرتابة، أي إيقاع ثابت ومكرر اللي كتخلي الوعي الطبيعي ينعزل شوية، وكيتفتح الباب لحالة وعي أخرى قريبة من التنويم المغناطيسي. ثانيا، قوة الجماعة، أي أن الفرد بوحده صعيب يدخل لهاد الحالة، ولكن وسط الجماعة الأمر كيولي أسهل بزاف. وبالنسبة للتفسير العلمي لهاد الظاهرة، عندنا أولا تأثير الغيبوبة. من الإنسان كيدخل في حالة غيبوبة جماعية، الجهاز العصبي ديالو كيبدل طريقة الإحساس، الألم ما كيبانش بنفس القوة، بحال إلى الدماغ كيحبس إشارات الوجع، بحال واحد في التنويم المغناطيسي يقدر يضرب يده وما يحسش بزاف. ثانيا، الإيحاء والاعتقاد القوي، الإيمان الراسخ بأن الولي أو الطقس كيعطي الحماية، كيخلي العقل يقتنع أن الألم ما غاديش يضره، وهنا العقل الباطن كيخلي الجسم يتفاعل مع هذا الأساس. ثالثا، التحكم في الجسد عبر التركيز، بعض المشاركين كيكونوا متدربين سنوات طويلة وكيستعملوا تقنيات تنفس وتركيز كتخلي الجسم أقل حساسية للألم، بحال بعض الرياضيين أو الرهبان اللي كيمشيو حفاة على الجمر وما كيتآداوش. رابعا، خدوش سطحية، غالبا في بزاف ديال الحالات الضرب ما كيكونش عميق، مجرد خدوش سطحية كتخلي الدم يبان، ولكن بلا ضرب ضرر كبير. العين المجردة كتشوف العجب، ولكن من الناحية الطبية الجرح بسيط وممكن يتشافى بسرعة. وأخيرا، الأدرينالين، في هذه اللحظة الجسم كيطلق هرمون الأدرينالين بكثرة، بحال وقت الخوف أو الحماس، اللي كيعطي قوة وكيخفض الإحساس بالألم وكيخلي الجرح يبرى بسرعة نسبيا. من خلال هذا التحليل كنشوفوا أن الطقوس الشعبية ماشي غير عادات متوارثة، بل عندها جذور نفسية عميقة مرتبطة بالإيقاع والجماعة وبالإيمان. هي لحظة كيعيش فيها الإنسان توازن خاص، كيتحرر من الضغوط وكيحس بالانتماء، كيجدد طاقته، سواء فسرناها بالعلم أو كهستيريا جماعية أو شفناها كتجربة روحية، فهي دليل على أن النفس البشرية كتبحث دائما على متنفس يربطها بالآخرين وبالعلم الغير مرئي.